محمد عبد الشافي، وادي مره ثانيه على طول محمد ابراهيم هيروح يرقص بمهارته. محمد يقف على كورته، هل في ضربه جزاء؟ بالفعل قرار سليم من محمد فاروق واللاعب الغاني يعني عيسى مونتيلا يعني بيعمل ضربه جزاء. يعني منتخب غانا كان خد مننا ضربه جزاء بدون وجه حق كده الحكم المغربي بوشعيب الاحرش، انما المره دي بقى اللاعب الغاني يعني عيسى مونتيلا هو اللي يعمل بقى ضربة جزاء وتحتسب عليه هذه المرة. ناخد بطارنا شوية بقى من اللاعبين الغانيين. ضربة جزاء يحتسبها محمد فاروق لصالح نادي الزمالك. هنشوف محمد ابراهيم اعتقد هو او احمد علي هل يسجل اول اهدافه مع نادي الزمالك بعد دقائق من مشاركته. عاوز يترك بصمه بعد دقائق من مشاركته كبديل احمد علي، وفي اولى لقاءاته الرسميه مع نادي الزمالك احمد علي، وعماد في المرمى وهدف بالفعل. ويعني مخرج المباراه بيمتعنا احيانا، ويعني احيانا يعني بيتعبنا بالكادرات اللي بيديها لنا الغريبه في توقيتات يعني مش سليمه خالص. ادي احمد علي والاعاده على طول، والهدف الرابع عن طريق احمد علي لصالح نادي الزمالك. احمد علي البديل اللي نزل مكان احمد جعفر في الشوط الثاني يسجل رابع اهداف نادي الزمالك. نتيجه يعني منطقيه طبعا. هذا العملاق الكبير النادي الابيض القلعه البيضاء نادي الزمالك في مواجهه طبعا احد فرق القسم الثاني. بالتاكيد كامل الاحترام لفريق طنطا اللي بيلعب طبعا في ظل مستوى يعني لعيبته ما يقدرش يدي اكتر من كده.